السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة رجعت لكم بوصفة للفراخ سهلة وسريعة، والتتبيلة يا جماعة روعة. ان شاء الله تعملوها سهلة قوي، ان هي كمان تقدري تختصري الوقت فيها. وما تسيبيش الفراخ منقوعة في التتبيلة ساعة وساعتين ويوم كامل والكلام ده. الوصفة دي تقدري تعمليها حتى لو انتي مستعجلة ومتأخرة وعايزة تعملي الأكل بسرعة. تقدري تعملي تتبيلة الفراخ دي والفراخ تشرب التتبيلة في أقل وقت ممكن، وتطلع معاكي ولا أروع من كده. معايا هنا بصلاية، معايا طماطمتين، معايا قرن فلفل سبايسي، معايا نص جزراية، ومعايا فصين توم. هنزل عليهم بأربع معالق عصير ليمون. التوابل معانا ايه؟ معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة كركم، معلقة سبع بهارات، معلقة بودرة ثوم، ملح وفلفل اسود، ونص معلقة قرفة. والتوابل يا حبيبتي ترجع لك، بس انا قلت لكم ان الفراخ بتحب التتبيله، وكل مره بتزودي فيها حاجه او بتغيري فيها حاجه بتفرق معاكي في طعم الفراخ، وبتغير طعمها وبتديكي طعم جديد للفراخ. وطبعا القرار يرجع لك. معانا 4 معالق من زيت الزيتون. وملك الحلقه النهارده هو دبس الرمان. واخيرا وليس باخر، الحمد لله رب العالمين، لقيت دبس الرمان، لقيته عند جزاره المغربيين. المهم هنا تلت كوبايه دبس رمان. وفي دبس رمان بيبقى نوع خفيف ونوع مركز. النوع اللي انا جايباه ده المركز روعة يا جماعة، بصراحة بيفرق جامد قوي في تتبيلة الفراخ دبس الرمان. هنزل انا بتلت كوباية دبس الرمان كلها. عفوا. وهنزل بالفلفل الاسود، وقلت لكم ملح وفلفل اسود، واضرب الكلام الجامد ده كله مع بعضه. عايزه تضربيه في الخلاط براحتك، عايزه تضربيه بالهاند بلندر اضربيه، في الكبه ماشي الحال. انا هعمله كله بالهاند بلندر، وهيتعمل كله معايا روعه. بصي ضرب معايا ضربه جامده قوي، جميل قوي بقى. ايه الصوص كده زي ما انا عايزاه بالظبط. التتبيله الجامده دي بقى، هي بقى دي سر الفراخ، انها تتشبع بالتتبيله، وفي نفس الوقت مش لازم تقعديها ولا يوم كامل ولا 6 ساعات ولا 7 ساعات ولا الكلام ده. انا عملت التتبيله دي وحطيتها على الفراخ، كنت مستعجله. انا بقولك انا منضفه الفراخ كويس قوي وغسلاها وسايباها في المحلول بتاع النقع ساعتين. الفراخ انا شايله الشاسيه اللي هو الهيكل العظمي الهيكل العظمي، القفص الصدري. القفص الصدري والهيكل العظمي. انا شايله القفص بتاعها كله، وشايله الحته اللي عند الوراك، العظمه بتاعه الوراك، كل الحاجات دي شايلاها ونضفتها وخليتها بس اللحم كده مع حته العظمه الصغيره اللي من عند الجناح. وبرده الوراك سايبه حته العظمه اللي عند الدبوس، ويعتبر خليت الفرخه كلها. وحطيت بقى التتبيله وفتحتها من كل الجوانب عشان تشرب التتبيله. سبتها نص ساعه بس، وكانت هنا معايا روعه. عايزه تسيبيها ساعه، عايزه تسيبيها ساعتين، على راحتك. لو مستعجله زي حالاتي اعمليها نص ساعه، او ما تسيبهاش خالص، وهتطلع معاكي والله روعه. بتشرب التتبيله جامد قوي وبتطلع جميله قوي. معايا هنا بقى الخضروات والخضار اللي انا عاملاه النهارده المشكل ده، كان بصراحه روعه. اتاكل. اول حاجه الخضار اللي معايا بطاطستين، كوستين، ربع زهرة كرنبيت، وجزرتين، ونص وقرن فلفل ألوان أحمر. عايزة تحطي أحمر وأخضر براحتك. يبقى من كل حاجة اتنين كوسة، 2 بطاطس، 2 جزر، ربع زهرة الكرنبيت، وفلفل ألوان. بصوا الالوانات روعه ازاي. عايزه بقى دي حاجه ترجع لك. انا عملت هنا مشكل خضروات. عايزه تعملي بطاطس بس وبصل ومفيش مشكله، عايزه تعمليها كوسه بس وبصل مفيش مشكله، عايزه تعمليها بصل وطماطم وفلفل الوان بس مفيش مشكله. دي حاجه ترجع لك، بس طبعا كده القيمه الغذائيه بتبقى اعلى، وكمان بيبقى طبق كده كامل متكامل بالفراخ البروتين والخضروات، والاولاد كمان يبقوا مستفيدين اكتر، ويبقى الطبق جامد معاكي. المهم انا خدت نص التتبيله اللي انا كنت شايلاها حطيتها، وكان معايا بصلايه متقطعه جوليان. يعني الخضار ده نزلت عليه بصلايه كمان متقطعه جوليان، ونص التتبيله. قلبت التتبيله جامد قوي مع الخلطه معايا مع الخضار، ورشيت الملح طبعا عشان اظبط ملح الخضار، لان التتبيله مهما كان فيها ملح بس مش هتنفع مع الخضار، مع كميه الخضار دي محتاجه ملح اكتر. وهحط زيت زيتون وفلفل اسود رشه صغيره، وكده انا معايا الخضار بقى جامد جدا.
انزل بقى على الخضار الجامد ده بالفراخ. هنا كنت بحط زيت الزيتون، تحطي حوالي معلقتين 3. هنا كملت بزيت الزيتون التاني، كانت الازازة الاولانية خلصت. هنزل بقى عليها بالكلام الجامد ده بايه؟ بالفراخ. وهنا الفراخ كنت سبتها نص ساعة بس. والله يا جماعة كانت روعة، الريحة بتاعت التوابل مع دبس الرمان مع الخضروات مش ممكن على ريحة الفراخ وهي بتستوى. كانت قلبة المكان كله، قلبة ريحة المكان كله بصراحة جامدة. تحسي ان انتي بتاكلي طبق برضو جديد، تحسي ان الفراخ نفسها مع الخضروات مع التتبيلة اللي احنا عملناها تديكي طعم فراخ مشوية جامدة قوي. المهم حطيت لها هنا معلقة من التتبيلة تاني على الوش. وهنا بقى مش هنحط ولا معلقة مية واحدة، مية ما فيش. ليه؟ علشان الخضار اللي احنا ضربناه ده كله فيه سوائل كتيرة، والخضار نفسه اللي احنا حطيناه تحتها فيه سوائل كتيرة. انا كنت هنا دخلتها حوالي ساعة الا ربع في الفرن ومغطياه بورق الفويل. معايا هنا بقى معلقة من دبس الرمان، هحط بقى تاني على الوش وبعدين ادخلها بقى تكمل سواها وتتشوى. بتصير الخضار نزل كمية سوائل قد ايه مجرد ما دخل الفرن. هنا بقى كان الطبق الخضار بقى عظمة، اتشوى كويس قوي واخد بقى من تتبيلة، ودبس الرمان عمل لون جامد قوي على الفراخ من على الوش، زينتها ببقدونس من على الوش. وطبق الفراخ وطبق الخضار والله روعة، جربوها مش هتندمي. طبق جديد، يعني التوابل اللي فيه مختلفة شوية عن التوابل اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت في الفراخ. لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش بقى من دعوة حلوة من القلب، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبون ابيتي.